جدا، وانا معتز بالمكالمه نتاعو، واكبر يوم اكبر شرف ليا واكبر اعتزاز اليوم حسيت به يمكن في تاريخ الرياضي كله لما كلمني جلالته وقل له ربي يدوم دولتك وبارك الله فيك وربي يفضلك، وانا ممنون ليك جدا، وان شاء الله نسعدوه وان شاء الله هذا ما نقول. وقد ما نتكلم ما نجمش نعبر بكل صراحه، التعبير ما كنتش نتصور. بالنسبه لي اكبر يوم كن يوم في حياتي معناتها اللي كلمني جلالته، ربي يصونه وربي يفضله في المغرب، ودعامه كبيره للعرب والمغرب العربي الكبيره، ونشكر جزيل الشكر. احساسك انك مع الرجاء وصلت للقمه الان العالميه مع الرجاء، انت كنت متاكد بانك اليوم راح تلعب النهائي؟ لا، انا ديما قلت البدايه نلعب، عندي مقابله امامي، مباراه امامي نعمل باش نفوز عليها، باش نفوز في المباراه هذه. انت جوجير ماتش بار ماتش، ما نفكرش، انا عمري ما نفكر باش ناخذ بطوله ولا باش نوصل للدور النهائي. عندنا مقابله يلزمنا نركزوا عليها ونلعبوا باش نفوزوا. جات المقابله الثانيه فزنا الحمد لله، جات المقابله الثالثه بنفس العزيمه بنفس الروح بنفس العطاء، عملنا على الفوز، عطينا الثقه للاعبين نتاعنا، خليناهم ياخذوا اكثر ثقه في نفسهم، خليناهم مع اكثر شيء يعني ما عادش يهابوا الفرق العالميه هذه، يعني امنوا امكانياتهم وقدراتهم، ونشكرهم على هذا، ونشكر الجمهور، نشكر الجماهير الرياضيه الكل في كل مكان، وبارك الله فيهم، واعطوني فرصه كبيره فهمتي. يمكن حياتي الرياضيه كل اللي عملتها اعطوني بهجه كبيره ياسر، اللاعبين والجمهور والمغرب الكل، الحمد لله، وانا معتز جدا بوجودي معكم هنا في المغرب، الحمد لله، شكرا.